بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. وتكونوا فاكرين اللي ما بتسألوش عليا لو ما نزلتش فيديو، ولا بتسألوا عليا ولا بتعبروني. وبعدين ده بيرجع برضو لما انا بكسل وبيجيلي سلطة نفسي كده، بيبقى منكم. ليه بقى؟ عشان ما بتكتبلوش تعليق حلو في الكومنتات وتشجعوني. المهم يا ولاد، انا كده قاعدة لا بيا ولا عليا. اعمل لكم بقى زي الفيديوهات اللي انا بشوفها. لقيت جارتي بتنادى علي: خير يا رب، في ايه؟ تعالي بسرعة. إيه عايزاك في طلب يعني؟ تأمريني. انا هعمل قرصتين عشان اوديهم لحبايبي في السعودية. ايه ده؟ خلاص صيتنا وصل السعودية؟ ايه الهبل اللي انا بقوله ده؟ المهم يا ولاد، جارتي وصاحبتي نادت عليا، قالت لي انا بعمل قرصتين عشان ابعتهم لحبايبها يعني في السعودية، قرايبها. فالمهم قالت لي ايه، تعالي يعني اخبزيهم معايا. عشان ايه؟ هما بيتفرجوا على فيديوهاتك وعارفين، وعايزين يدوقوا من ايديك القرص. رحت عملت معاها، هي عجنتها وانا رحت ايه بططت معاها وخبزتهم زي ما انتم شايفين كده بعجوة وجبنة. وعملنا احلى قرص بألف هنا وشفا يا رب للي كلها. ويا رب يا رب ما تتقطعش عادة، ونبقى كده ايه، ايد واحدة. زي ما انتم شايفين كده يا ولاد، شايفين القرص وحلاوتها وطعمتها. طبعا قرصناها ايه، خبزناها وسبناها ترتاح براحتها خالص. وبعد ما خلصنا حطيناها في الفرن زي ما انتم شايفين كده. قرص طرية بالعجوة وبالجبنة، حلوة قوي ما شاء الله، شكلها جميل. وكان طعمها برضو، احنا ما كناش منها الصراحة، احنا كنا صايمين. بس احنا لما خلصنا بقى بعد الفطار، ايه ده، احنا ما كناش منها ومسافرة السعودية وبتاع. لا، قمنا عاملين بقى بعد الفطار، بس ما صورتش بقى. احنا اتغاظنا بقى ازاي بتوع السعودية ياكلوا حبايبنا اللي في السعودية، عشان ما يزعلوش من كلمة بتوع السعودية. ياكلوا القرص الحلوة الجميلة دي بألف هنا وشفا، واحنا لا. خلصنا وخلصت معاها القرص يا ولاد، وقلت بقى اما اروح اشوف طلبات بيتي. الكلام ده كان بعد العصر. كنت هعمل طاجن مكرونة زي ما انتم شايفين كده. حضرت كل حاجة. وبعدين قلت اما اعمل بقى ايه يا ولاد، طاجن المكرونة. طاجن المكرونة ده من اسهل الحاجات. ويعني والعيال بيحبوها عامة يعني تقول لهم اعمل لكم بشاميل ولا مكرونه ولا طاجن مكرونه، فين وفين عم اقول لك بشاميل وعلى طول يقول لك طاجن مكرونه. اسهل، وتحس ان هو خفيف كده، مش زي البشاميل. ولو اتاكل في اي وقت هيتاكل. يعني كلتي الصبح الظهر المغرب العصر في اي وقت هيتاكل. مش هيفرق معاكي، ومش شرط تسخنيه كمان. غير البشاميل يعني. البشاميل انتوا عارفين ان لو ما اكلتهاش وهي طالعه من الفرن، وهي لسه جوسي في نفسها كده، طريه يعني كده، خلاص بقى. مبحبهاش لما بتمسك في بعضها. دي يا ولاد طريقتي في الطاجن المكرونه. بعمل المكرونه العاديه بعملها بتوم بس. الطاجن بعملها ببصل وتوم زي ما انتوا شايفين. البصل المفروم باخده من اللحمه اللي انا كنت هعصجها يعني، اللي هو البصل اللي انا فرماه يعني عشان اعصج بيه اللحم. بحطه على النار في زيت اهوت زي ما انتم شايفينه، معلقه سمنه كمان، والثوم والبصل. وبعد كده بنزل بالطماطم بقى، انتوا عارفين التقليه العاديه دي. اللحمه بقى بعصجها، بحط شويه زيت، زبده، اسمه ايه التاني ده، ماده دهنيه يعني، اي ماده دهنيه، سمنه، اللي انتوا عايزين تحطوه حطوه. البصل مش احمر يا ولاد، هي بس الكاميرا اللي منوره قوي. هتشوفوه برضو دلوقتي زي ما هو اهو. المهم بقى يا اولاد، دي التقليه خلاص ازاي بقى تتسبك مع نفسها. وبشتغل انا في اللحمه، بديها تاخد صدمه كده على النار الاول قبل البصل. وبعد كده ايه، بحط البصل، لان هي بتنزل زي ما انتم شايفين، بتنزل ميتها هيت. تمام. و بتبقى يعني نشفت بقى من الميه خلاص، بقوم حاطه البصل. عايزه تحطي بقى قرن فلفل، حطي زي ما انت عايزه، الطريقه اللي انت بتعصجي بيها اللحمه بتاعتك العاديه يعني. كل واحد زي ما قلت لكم ليه طريقه. وانا مش بعلم حد والله، بس يعني قولوا بدي افكار كده او حاجه. مثلا انا واختي في نفس البيت، طالعين من نفس البيت واتجوزنا في نفس البيت. هي بتعمل اكلها بطريقه وانا بعمله بطريقه، وكل واحد ونفسه بقى، وكل واحد وعلى حسب ما بيطبخ يعني.
حطيت شويه طماطم برضو على اللحمه العصاك، بتخليها طعمها تحفه قوي يا ولاد، غير لما تبقى اللحمه ناشفه كده. دي بتطريها كده وتخليها ايه، حلوه، وتحس ان هي سايحه ببعضها كده. هحط بقى التوابل بتاعتها زي ما انتم شايفين، وهسلق بقى ايه المكرونه. كل ده كان الكلام ده بعد العصر. ابتديت بقى ان انا اعمل زي ما بقول لكم كده، عشان ايه ماخدش وقت، وعشان اسيبه براحته، اسيب الطواجن براحتها في في الفرن براحتها. مسافه بس ما عملت التمر، الكيسين التمر ده هول، قمت شايله المكرونه. يعني انا بقول لكم ما بسويهاش، ما بسلقهاش، هي قلبه واحده بس كده، وبعد كده إيه بشيلها. في ناس بتسلقها عشان ما تاخدش وقت في الفرن يعني، وفي ناس ما بتسلقهاش اصلا خالص، لان التقليه يا جماعه بتبقى مرقه يعني، ما بتبقاش تقيله زي المكرونه العاديه، لا بتبقى خفيفه خالص، آه، زي الميه كده، بتبقى مرقه يعني زي الشرب. تمام. ففي ناس ما بتسلقش المكرونه خالص، بس انا بحب اديها بس ايه، غلوه بس بسيطه كده، يعني مسافه ما تقلب بس قلبه بقوم مصفيها. تمام. التقليه بقى كانت اتسبكت، حطيت في التقليه يا ولاد شويه خل محترمين كده، وحطيت ملح وفلفل اسود وسبع بهارات وكمان حطيت كزبره ناشفه. تمام. وحطيت توابل بقى اللحمه، في اللحمه يعني، في اللحمه العصاك دي، التوابل اللي انتوا حابينها يعني، اي توابل انتوا بتحطوها على اللحمه العصاك حطوها براحتكم. التوابل دي اصلا مزاج وكل واحد وعلى حسب هو بيحب ايه. حطيت المكرونه في الارضيه كده، الطبق ده شاريه من عند العطار، عشان الطواجن بتاعتي اتكسرت، اللي هي الفخار دي اتكسرت، فاشتريت الاطباق الحرارية دي من عند العطار. كل واحد يبقى ليه طبقه برضو. تمام. إيه، كان عندي جبنه موتزاريلا، حطيت منها يا ولاد على الوش اهي، ما اشتريتهاش مخصوص يعني، بس هي بتديها مطه حلوه كده. وكمان هحط بقى الصلصه. كان عندي بقى حته فرخه كده متبقيه، قمت قلت ايه، لا اللحمه ما تكفيش ولا حاجه، اما اجيبها اشوحها بشويه ببصلايه كده على طماطمايه، واعملها كمان طاجن يبقى بالفراخ، والباقي يبقى باللحم. زي ما انتم شايفين كده، بنحط التقليه على المكرونه، وبعد كده هنغطيها بس كده. وزي ما انا قلت لكم، التقليه مرقه ازاي، ما بتبقاش تقيله زي المكرونه العاديه. يعني انت مثلا لما بتسبك منك شويه، تقومي مزودها شويه ميه سخنه، واما تغلى تقوم مطفيه عليها وبس كده. يعني ما بحطش الميه السخنه غير لما التقليه بتتسبك، برجع احط لها شويه ميه سخنه، شفشق ميه كده ولا حاجه، على حسب يعني ايه. يعني ما تخليهاش مرقه خالص خالص ولا تقيل، ما بين البنين كده. غطيت طبعا الطبق الحراري، غطيته اهوت عشان هنحطه في الفرن. وخلي بالك الطبق ليه وجه يعني، ليه وشين، وش زي الكرتونة ده اللي بيبقى على الوش من بره، واللي بتلمع هي اللي بتبقى على المكرونة. اوعي تنسي الحركة دي. زي ما انتم شايفين كده، عملت برضو طاجن بالفراخ. حطيت برضو الفراخ في الأرضية، وبعد كده ايه، هحط المكرونة. ممكن تعملها بسجق، ممكن تعملها بكبدة، بس بيبقى أحلى حاجة اللحمة والفراخ. وانت وراحتك بقى يعني، كل الامكانيات تبقى تحت ايديكي، وتعمليها زي ما انت عايزه، الارخص ليكي اعمليها بيه. تمام. بترصي المكرونه زي ما انت شايفه كده، وبعد كده ايه، بتحطي بقى الصلصه عليها. انا عشان كان عندي جبنه موتزاريلا حطيت عليها جبنه، انما هي مش شرط ان انت تحطي اصلا جبنه خالص يعني. شايفين التقليه بتبقى عامله ازاي. هنا كانت ندى بتساعدني بقى، كانت خلاص الساعة حوالي تقريبا كانت 5 باين، ندى كانت جت بقى من الدرس او صحت تقريبا، فكانت بتساعدني بقى ان هي ايه، هي اللي كانت بتصور، وفي نفس الوقت كانت بتحط التقلية زي ما انتم شايفين كده. ربنا بس ايه ينجحها ويصلح حالها كده، وتجيب مجموع كويس ان شاء الله باذن الله رب العالمين. وبعد كده ايه، هي اللي هتطلع لكم بقى، انا اللي هصور وهي اللي هتطلع تعمل الاكل كله. ايوه يعني يا ندى، لو هتتفرجي على الفيديو ده استرقي وعدك بقى.
ان شاء الله بعد ما تخلصي باذن الله هتلاقي المطبخ بيقولك شبيك لبيك، انا بين ايديك. دي يا ولاد بتبقى طعمها حلو قوي زي ما قلت لكم، خصوصا لما تبقى الصلصه كتير والصلصه عليها خل وتوم، فتلاقي الريحه بقى طالعه إيه شغل مطاعم يعني من الاخر. بهزر يا ولاد، احنا بنحاول طبعا ان احنا نعمل زي ما بقول لكم اهو يعني ناحيه بتلمع والناحيه التانية إيه بتاع ده اسمه ايه ورق عادي. الطاجن اللي اتبقى عندي اهو من الطواجن اللي اتكسرت هو واحد يتيم، ولا تقريبا مش بتاعي ده كمان، ده انا كنت شحتاه من البيت هدير اختي، وهدير اختي كان شحتاه من صاحبتي. فدايره لفه كده. انا بقول لكم بتاع الطواجن بتاعتي اتكسرت. ان شاء الله باذن الله بقى هجيب طواجن تانية باذن الله. الطاجن ده كان حلو قوي يا ولاد، لان الحاجه في الطاجن برضو لها طعم تاني. يعني طعم المكرونه اللي كان في الطاجن ده زي ما انتم شايفين كان طعمها احلى من الباقيين، مع انها نفس الوصفه ونفس الاكل ونفس التوابل. بس المكرونه في الطاجن، الاكل في الطاجن عامه بيبقى حاجه حلوه قوي. والحمد لله اللحمه كفت والمكرونه كفت، وانا كنت بقى متخيله ان الاكل مش هيكفي يعني، وخايفه طبعا في الصيام. طب لو انا عملت شويه صغيرين، طب هيقوموا جعانين ازاي واحنا في صيام؟ فبحاول ان انا يعني الاكل في نفس الوقت ما يبقاش كتير عشان ما يترماش او يفيد حاجه، ما بحبش حاجه تفيد في التلاجة، وفي نفس الوقت خايفه احسن يبقى شويه صغيرين. فبحاول ان انا بقى ابقى بين البينين كده. ده كان اخر المكرونه واخر اللحمه واخر الجبنه واخر كل حاجه، ده كان اخر الطاجن. كمان كان الطاجن صغير يعني مش كبير. كده خلاص يا ولاد اهو خلصت، والطاجن كمان غطيته، وبعد كده هروح بقى في الفرن بعد ما استوت. يا سلام يا سلام، شايفين الحلاوه والجمال؟ طعمها كان حلو قوي والله العظيم، يا ريت تجربوها يعني. الله الله الله، شايفين يا ولاد؟ تبقى مستويه بقى واخده راحتها في السوا خالص، لاني بسيبها على نار هاديه. اهم حاجه يا ولاد في المكرونه ديت اللي انتوا تسيبوها على نار هاديه. انا ولعت الشوايه يعني الشوايه دي في الاخر عشان احمر. لما شلت السلوفانه من على الطاجن شلتها عشان احمر، كان في شويه موتزاريلا على الوش كده. شوفوا كده خلاص مستويه وعلى الاخر يعني. تسيبها على نار هاديه خالص، عشان لو انت سبتيها على نار عاليه اللحمه في الارضيه هتتلسع منه. يعني انا هوريكم حته دلوقتي اتلسعت حته بسيطه خالص، بس انا لحقتها. شايفين يا ولاد؟ شايفين البتاع ما تبقى جوسي حلوه كده؟ عارفاكي يا بسنت يا بنت خالة، لما تشوفي الفيديو ده هتقولي الله انا حابه المكرونه وهي جوسي كده. عارفاك انت بتحبي الاكل بيبقى عامل كده. في نفس الوقت كنا خلاص لسه بدري، القرآن لسه شغال. غسلت الطبقين اللي كانوا طالعين وخلاص الاكل جاهز اهوت، ومفيش اطباق في الحوض الحمد لله. عشان بقى يبقى شويه اطباق صغيرين بعد الفطار. إيه كده يعني سهل يعني بروق حواليا كده قبل الفطار. ده يا ولاد كان فطارنا زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله عليا وعلى اللي حواليا وعلى شغل ايديا. كنت بحاول بس ان انا فضيت لكم الطاجن اهوت عشان تشوفوا اللحمه في الارضيه بتبقى عامله ازاي. فضيت اتنين، وللاسف اللي انا فضيته هو دوت اللي كان يعني عليت النار سنه صغيره من تحت. شايفين حته من الاسواع الصغنطوطه دي؟ فعشان كده بقول لكم خلوا النار هاديه هاديه هاديه. رحت الغيط وجيت عملت، احنا بنروح الغيط بقى بعد الفطار. رحت الغيط وجيت يا ولاد عملت فضلت خيركو حبة كنافة انما زي العسل. حاجة في منتهى الجمال والشياكة والحلاوة والطعامة وكل حاجة حلوة زي ما انتم شايفين كده. هتعملي انا بجيب نص كيلو كنافة بحطه في التلاجة يومين مثلا. لما تحطيه في يومين في التلاجة تيجي تطلعيها تتكسر زي ما انت تشوفيها كده. النص كيلو الكنافة بياخد نص كيلو لبن. انا هعمل الكنافة دي بالقشطة. نص كيلو الكنافة بياخد نص كيلو لبن. والنص كيلو لبن بياخد 3 معالق نشا. تمام، عشان بس تبقى ما تيجي تعمليها تبقى المقادير مظبوطة معاك.
انا هنا هعمل كيلو كنافة، انا وصاحبتي، انا وجارتي برضه. فعشان كده هعمل كيلو قشطة، كيلو يعني المهلبية اللي انا هحطها في قلب الكنافة او القشطة الكدابة او اي بيسموها يعني. كيلو لبن وعليها 6 معالق كبار نشا. هقلبها بره كده، مش على النار ولا حاجة، هقلبها بره الاول كده، وما بحط السكر ولا اي حاجة. هو شوية النشا على اللبن وتحطها على البوتاجاز لحد ما تتقل معاكي، تبقى بقوام المهلبية زي ما انتم شايفين كده اهو. وفي نفس الوقت هنعوز ان احنا نعمل الشربات يا ولاد. الكنافة بالطريقة دي بتبقى حلوة قوي وتبقى ناجحة قوي يعني. السكر معايا اهوت، هتعملي سكر قد ايه للكيلو؟ شايفين الكوبايات الطويلة دي؟ حاطة 3 كوبايات سكر من الكوباية الطويلة دي، وحاطة 2.5 كوبايات مية زي ما انتم شايفين اهو. نفس الكوباية اللي حطيتي بيها السكر هي اللي تحطي بيها المية. يبقى 3 كوبايات شوب من اللي هي بتاعة العصير الطويلة ديت سكر، و2.5 مية، يعني المية تبقى أقل من السكر. و... وايه تاني وايه تاني قلبتهم بره اهوت وحطيتهم على النار. تمام. بس المفروض ايه اللي انت تقلبيها خالص بره لحد ما السكر يدوب زي ما انتم شايفين يا ولاد، لحد ما تاخد غلوة بقى كده. حط عصرة الليمون. انا حطيت قبل ما تاخد غلوة، بس انا عشان بس ايه كنت مستعجلة يعني. وحاولي ان انت تقلبي المهلبية طول ما انت واقفة كده عشان ما تكلكعش منك. انا لحقتها الحمد لله، أنا مش مكلكعة يا ولاد ولا حاجة، انا لحقتها. اول ما تستوي ده الشربات برضه يا ولاد اهوت، والمهلبية اول ما تبقى القوام بتاعها عامل زي اللي انتوا شفتوه ده اهو، هتقوم حاطه معلقه قشطه لو عندك قشطه يعني. القشطه يا ولاد بتفرق معاها وبتخليها طعمها في حته تانية خالص. انا كده خلاص طفيت عليها النار ونزلتها من على النار اهو، وحطيت معلقه قشطه زي ما انتوا شايفين. وهقلبها بقى، القشطه هتبردها برضو، وفي نفس الوقت هتخلي طعمها تحفه، تحفه التحف يعني. الكنافة اصلا يا ولاد بالطريقة ديت انا حبيتها جدا جدا يعني، احسن من اي طريقة، واحسن من كنافة المانجا كمان. وكل واحد وذوقه برضو يعني انت بتحب كنافة المانجا بقى، والكنافة عامة لها كذا طريقة، بس انا بفضل احلى 2 يعني الكنافة بالمهلبية دي او بالقشطة، والكنافة اللي هي بالمانجا. ولو جيت اقارن ما بين المانجا وما بين ديت هحب دي، هختار دي يعني. المهم كده خلاص الشربات بعد ما غلي حطيت ورقة الفانيليا. الفانيليا بتخلي طعمها وريحتها حلو. وخلاص اما تغلى اقوم مطفية خالص، او يعني هي غلت اهيت وانا هطفي. انا كنت بس اشوف القوام بتاعها عامل ازاي. وبس كده هسيب بقى المهلبات تبرد والسماء التاني ده يبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هو الشربات. الكنافة بقى طالما هي كانت في الفرن، زي ما في الفرن يا جدعان ركزي في الكلام يا بنتي. طالما هي كانت في الفريزر يا ولاد من قبلها بيوم او يومين، هتبقى حلوة قوي كده وانت بتقطعي. هتبقى يعني متفرقة كده زي شايفين عاملة ازاي. مفيش حتة مثلا كبيرة ولا اي حاجة، هي كلها متفرقة زي بعضها كده. واحط على النص كيلو معلقة احط على نص كيلو كوباية سمن. شايفين النص كيلو كنافة بتحط عليها كوباية سمنة. حطيت كوباية السمنة زي ما انتم شايفين كده، وهفضل افرك فيها افرك فيها افرك فيها لحد ما تبقى السمنة كلها دخلت في قلب في قلب في قلب الكنافة. زي ما انتم شايفين كده افركي فيها حلو قوي قوي لحد ما السمنة كلها تبقى تبقى في قلب الكنافة، او الكنافة تبقى كلها سمنة، ايهما اقرب يعني. المهم يا ولاد انا كده فركت السمنه في قلب الكنافه كويس قوي. هحط شويه سكر بودره. ما تنسوش ان انا محطتش سكر خالص في المهلبيه. هحط سكر بودره هي في الكنافه قبل ما ادخلها الفرن زي ما انتم شايفين كده. السكر البودره دي يا ولاد بيحليها، وفي نفس الوقت بيديها لون ذهبي حلو كده وهي بتتحمر.
اهو تفرك حلو برضو. السكر البودرة دوت نافعني برضو يا ولاد كتير. انا بشتري كل اول رمضان بشتري كيس كده، يفضل عندي بقى اعمل بيه حاجات كتير. اعمل بيه بقى كفتة ايه، استغفر الله العظيم يا رب على الكلام اللي انا بقوله غلط. يعني مش همسح اي حاجه، انا هسيب كل حاجه زي ما بتطلع. بصوا هي بتطلع تلقائي فبتفضل تلقائي. هجيب بقى ايه الفرشه الحلوه ديت، واجيب القارب اللي انا هعمل فيه. إيه ده كان قارب صاحبتي او جارتي، صاحبتي وجارتي. المهم دهين الصاج بتاعك او الصينيه او ايا كان اللي انت هتعملي فيه، هتدهنيه سمنه زي ما انت شايف كده. هتحط نص الكنافه والنص التاني بعد ما تحط المهلبيه. بس اهم خطوه ان انت تكبسي 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 زي ما انت شايفه كده. بطاطية حلوه زي ما انت شايفه. افضلي اكبسي 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 كده في الطبقه الاولانيه، عشان وانت بتقلبيها تبقى متماسكه وحلوه ببعضها يعني ماسكه في بعضها يعني. هتحطي طبقه حلوه كويسه في الارضيه كده، بس ما تروحيش تحطي في الارضيه كتير خالص وتسيبي حبه صغيرين على الوش. لا، حاولي ان انت بعينيكي كده ان انت تقسميها نص في الارضيه والنص فوق بعد ما تحطي المهلبيه. بس اهم حاجه زي ما قلت لكم تبططوها قوي كده، وتخلي كمان الجناب عاليه شويه، عشان ايه ما يطلعش مهلبيه بره الكنافه. دي اهم خطوه يا ولاد في المهلب في الكنافه، ان انت تضغطي جامد كده قبل ما تحطي المهلبيه. شايفين؟ ده القارب ده كان واخد نص كيلو. انا كنت بشوف المهلبيه بردت ولا لا، ولقيتها الحمد لله بردت. هحط بقى نص الخليط اهو. الخليط ده خليط ايه، المهلبيات ديت اللي انا عاملاها عشان تاخد كيلو كنافه. انا لقيتها لسه بتطلع شويه بخار، هفردها واسيبها برضو تبرد براحتها خالص، وبعد كده احط الطبقه التانية. ما تحطيش الكنافه وهي سخنه، اوعي تحطي الكنافه وهي سخنه. سيبيها تبرد براحتها خالص. لما تلاقيها خلاص ساقعه كده، مش سخنه ولا بتطلع بخار ولا اي حاجه، حطي الطبقه التانية. انا خلاص حطيتها، عشان بعد ما حطيتها لقيتها كانت سخنه من جوه. يعني من بره كده الشكل يقول اه خلاص بردت اهيت، انما لما نزلت منها كانت سخنه لسه. فانا حطيتها وسبتها تبرد بقى. هوزع بس المهلبيه على الكنافه كلها كده اهو زي ما انتم شايفين. وبعد كده بعد ما بردت حطيت الجزء التاني يا ولاد. تحط برضو الجزء التاني وتضغط عليها، بس المرة دي تضغط عليها بالراحة خالص عشان المهلبية متطلعش برا. بصي يعني بايديكي كده حبة صغيرين خالص. حاولي ان انت ما تضغطيش عليها جامد عشان المهلبية ما تطلعش برا، وبعدين لما تيجي تسوي تلاقي الاطراف محروقة، اللي هي بتاعت الصينية ديت محروقة. ومثلا انت بقى ظبطي الدنيا، لو حتة مثلا باينة منها القشطة او باينة منها المهلبية، هاتي حبة من اللي ورا على حبة من اللي قدام كده يعني. ضغطت عليها كويس جدا اهو زي ما انتم شايفين اهو. بحاول ان انا ابقى متأكدة ان مفيش اي حاجة منها باينة، عشان لما ادخلها الفرن ما تتحرقش زي ما قلت لكم. كده خلاص يعتبر النص كيلو الاولاني خلص. بعد كده هركنه بقى على جنب واعمل النص كيلو التاني. العسل كان الشربات يا ولاد كان خلاص منزعه على النار زي ما كنت سايباه يبرد. هحط له معلقه عسل. العسل بيحليه اكتر وبيخلي قوامه حلو قوي، يعني زي عسل الكلوكوز كده زي اللي بيتحط في المحلات بالظبط. شايفين اهو. بس هسيبه بقى برضو. وبعد كده انا كنت بعمل الجزء التاني او النص كيلو التاني اللي هو بتاعنا بقى. هدهنه برضو في الصينيه. دهنت الصينيه زي ما انتم شايفين اهو. احلى حاجه الصواني ديت نفعاني قوي في بسبوسة، في كنافة، في اي حاجة حلويات زي ما انتم شايفين كده. هدهن برضو الارضية، وبعد كده احط نص الكنافة والنص التاني لما احط عليها القشطة او المهلبية. اضغطي كويس قوي كده زي ما قلتلك. لازم تضغطي في الارضية كويس قوي كده عشان تبقى متماسكة، وعشان لما تيجي تقلبيها تتقلب زي ما انتم شايفين اهوت. واهم حاجه الطريق الجناب. حاولي ان انت توسعي الجناب كده او ترفعها فوق شويه، عشان المهلبيه متطلعش منك براها. دي الطبقه الاولانيه اللي بتبقى في الارضيه يا ولاد.
يا ولاد يا ولاد، انا عملت طبعا النص كيلو التاني ده نفس الكلام، حطيت عليه السمنه وفرمته او قطعته بايدي كده، كسرت الكنافه. ما هي كانت في التلاجة بقى لها يومين، فبتتكسر بسرعه. شفتوا بضغط عليها حلو ازاي. تعمل بقى الجناب بقى زي ما قلت لكم، عشان ما تطلعش الحشو ما يطلعش براه. وحطيت برضو على الكنافه اللي انا قطعتها ديت السمنه، وحطيت برضو سكر البودره. يعني انا ما رضيتش اقول لكم بقى في المره، يعني في المره التانية انا وريتكم في المره الاولانيه وخلاص انت عرفتي. اقول لك تاني برضو، النص كيلو كنافه بياخد، لو انت تعمليها بالقشطه هتجيبي نص كيلو لبن، هتحط على اللبن 3 معالق نشا، تدوبيهم في بعض كده، وبعد كده ترفعها على النار. بعد ما تلاقيها تقلت وبقت زي المهلبيه، تقومي منزلاها من على النار، حاطه عليها معلقه قشطه. وبعدين هتحطي إيه هتسيبيها اما تبرد، هتعملي الكنافة بالمنظر اللي انت شايفاه ده. وبعد كده تقوم حاطه عليها الكنافة المهلبية وتسيبيها تبرد. هي اوريدي يعني او عادي يعني، اوريدي استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. عادي يعني يا ولاد، هي كده كده إيه, بردت خلاص اهي. حتى انا حسيت ان هي كتير، مش هاخد مش هكمل. الصينية ديتك منها صغيرة مش زي الصينية التانية. شايفين، هحاول ان انا ما اجيبش في الجناب كتير، عشان زي ما قلت لكم وانا بضغط كده ما تطلعش ما تطلعش الحشو ده بره. الحشو ما فيهوش سكر. هرجع المره المليون اقول لكم نفس طريقه المهلبيه بس من غير سكر يا ولاد. نص كيلو لبن عليه 3 معالق نشا، هتقلبيها بره شويه وبعدين هتحطها على النار. بالشربات لو انت هتعملي نص كيلو بقى، هتحطي كوبايه ونص سكر وكوبايه آه كوبايه ميه. هضغط برضو عليها زي ما انتم شايفين، زي ما انا وريت لكم المره اللي فاتت. كنت بس بغسل ايدي بقى كده وبروق المكان جنبي يعني. اشيل الحاجات اللي جنبي ديت اهو، بضغط عليها بالراحه زي ما انتم شايفين اهوت، عشان الحشو ما يطلعش بره. والله يا ولاد كانت كنافه زي العسل زي العسل. الحاجه ما تبقى معموله على رواقه كده وبالهداوه، بتبقى جميله قوي. ده شكلها يا ولاد اهوت، وانا لسه هدخلها الفرن. دخلتها الفرن على نار هادية خالص، سبتها لما تهدى خالص. اول ما تلاقي الجناب اتحمرت، ومولعة الشواية زي ما انت شايفة كده، وهي لسه مطلعها من الفرن، قمت حاطة على الوش الاولاني آه، ال- ال- الشربات، وهقلبها، وبعد كده هحط على الوش التاني. زي ما انا قلت لكم، اول ما تلاقوا الجناب اتحمرت، قوموا ايدين الشروقة او الشواية، على حسب بقى انت مشغله الفرن البوتاجاز ولا الفرن البلدي ولا الغاز ولا اي فرن يعني. اكيد البلدي مش هنعمل فيه كنافه يعني، عشان عشان ما تتحرقش. بس انا اللي بقول كده وخلاص، بقول اي كلام في اي بتنجان. اي حاجه بتطلع معايا بقى بقولها وخلاص، انا لسه هقعد افكر في الكلام. يا سلام عليا يا سلام عليا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ايوه ايوه، وريني يا ست العسل انت يا شطوره. ايوه، هي دي الكنافه ولا بلاش. لا تقولي للصعيدي ولا صنيتي، تعالى عندي وشوف عمايل ايدي. الله علي، الله. والله يا ولاد، والله يا ولاد، الطريقه ديت كانت تحفه، وكل اللي كلها قعدوا يبصوا ايه ده، ايه الطعامه والحلاوه دي، ايه الجمال ده. انا هقول لكم ايه اللي فرق معايا. انا كنت بعملها كده على طول في ايام عاديه برضو، ممكن تلاقوها في الفيديوهات اللي فاتت من السنه اللي فاتت يعني. بس التركية بقى اللي انا حطيتها المره دي، ان انا حطيت معلقه قشطه، لان أنا ما كنتش بحط معلقه قشطه، كنت بكتفي بالمهلبيه بس. شكلها كان جميل وكانت لسه سخنه. تمام. سبتها اما تهدى شويه وتشرب من الشربات. الصينيه التانية كمان طلعت اهيت زي ما انتم شايفين يا ولاد. بحط الاول على الجنب الاولاني، وبعد كده هقسمها او هقلبها واحط على النص التاني. شايفين الشربات بتاعها بيبقى قوامه كده، بيبقاش ولا تقيل ولا خفيف، القوام بتاعه في النص كده. تسقي بقى زي ما انت شايفه كده بالشربات. يا سلام يا سلام، كانت الريحه تحفه بقى، وحاجه اخر منجها واخر رواق. قلبتها اهوت يا ولاد زي ما انتم شايفين كده.
ده برضو في فرن جارتي وصاحبتي، وده الصينية بتاعتها، وده الفرن بتاعها، وديت اصلا الكنافة بتاعتها. يعني هي كنافتها مستطيلة وانا كنافتي مدورة، بس كان طعمها حلو قوي. صاحبتي كانت حابة ان هي تزوقها، او جوزها عامة يعني بيحب ان هو يحط عليها مكسرات، حاجات من ديت. حطينا له، مش هنحرمكم من حاجة يعني، لا يا باشا قدامكم كل حاجة اهو. عايزين تحطوا عليها مكسرات حطوا، عايزين تحطوا عليها اللي انتوا عايزين تحطوه. الاكل ده مزاج يا ولاد، وكل واحد ومزاجه. يا سلام عليا وعلى شغل ايديا، يا سلام يا سلام. شايفين الجمال يا ولاد؟ كان نفسي يعني لو في ريحة زي ما الكاميرا كده بتطلع الصوت والشكل، لو كان مطلع كمان ريحة يا سلام. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ ايه ده؟ ده انا بصوا، ده انا هنافس اشهر الشيفات. بفرح قوي يا ولاد والله لما الحاجة بتطلع معايا مظبوطة. بفرح قوي لما بتتاكل اي اكل بعمله او اي حاجة، بفرح ان هي بتتعمل مظبوطة وبتتاكل. وبقعد اقول كده الحمد لله الف انا وشفي على قلوبهم. ببقى فرحانة جدا لما الحاجة تخلص في ساعتها. ده بيبقى اذا دل على حاجة يدل ان انا ايه، ست بيت شطورة. وده كانت الكنافة بتاعتنا النهاردة يا ولاد، وده كان يوم النهاردة يا ولاد، ودي كانت طريقتي يا ولاد. كل حاجة يا ولاد يا ولاد. الله الله الله، ايوه بقى ايوه بقى. بصوا حاجة في الحلاوة والله العظيم. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، ويا رب ما يكونش تقيل على قلوبكم، واكون بس ايه بوديكوا لو حتة معلومة صغنطوطة كده يعني. انتوا بتفيدوني وانا بفيدكم. متنسوش تعملوا لايك وتعليق كويس كده. وحبايبنا بتوع السعودية، وحبايبنا اللي برا السعودية واللي جوا السعودية واللي في أي مكان برا مصر، بشكركم على متابعتكم، ويا رب يكون الحاجة عجبتكم، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. و... ويا ريت يا ولاد تجربوا وتعرفوني في الكومنتات عملتوا الكنافة الحلوة دي ولا لأ. مع السلامة.